ليه ناس كتير بتخاف من الكوارع؟ كل شوية أسمع حد يقول دي زفارة ودي لغوصة. طب استنوا بس لما أقول لكم الطريقة الصح اللي تخلي الكوارع تبقى حكاية وتدوب في البق. أول حاجة علشان نشيل أي زفارة بنغسل الكوارع كويس وبعدين ننقعها شوية في عصير ليمون. الحركة دي بتفرق جدا في الليخة. بعد كده بقى نسلق الكوارع كويس لحد ما تستوي وتبقى طرية وجميلة. نيجي بقى لأحلى مرحلة. في طاسة نحط شوية سمنة أو زيت ونعمل تشويحة حلوة مع بصل، طماطم، حبهان. هتلاقوا الريحة قلبت معاكم حكاية بجد. وهنا بقى سر الطعم الجامد. نطلع الكوارع من العظم ونقطعها قطع صغيرة. كده لما تاكلها هتلاقيها بتدوب في البق وطعمها خرافي. دلوقتي بقى السؤال المهم. انتوا بتحبوا الكوارع ازاي؟ شوربة سادة بعصرة ليمون؟ ولا فتة بالخل والثوم؟ قولولي في الكومنتات. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.